يا سلام على فتوح لمّا يكون رايق، لمّا يكون عاوز يمتّع الجمهور ويمتّع نَفْسه في الملعب، يا سلام لمّا يكون مزاجه رايق، يا سلام لمّا يكون عايز يلعب ويمتّع الجمهور، ويمتّع الجمهور، ويمتّع الناس اللي ورا الشاشة، يا سلام عليه! الزمالك الحمد لله يفوز على الحرس في الدقيقة 84 بهدف من فتوح اللي نازل احتياطي، وهدف في الدقيقة 90 من مين بقى؟ من الأسطورة، الأسطورة بتاعة الزمالك ناصر. شوف على الحطة والبطة والجمال والروعة، اتفرج على فتوح ودخوله للعمق وازاي يخش ال18 ويقدر يجيب جون. يا سلام لما الزمالك يكون رايق واللعيبه بتاعته تكون رايقه، ماتش لما تشوفه او تسمع ان الزمالك هيقابل الحرس تقول ياه ده ماتش سهل للزمالك، الزمالك هينزل يكسب 4، الزمالك هيقابل فرقة سهلة في آخر الدوري، مين دي اللي هيقف قدام الزمالك؟ بس لما تيجي ترجع بقى للماتش وتشوف الماتش تقول ايه ده؟ الحمد لله ان الزمالك كسب. ازاي فرقه زي ديت قدرت توصل بكميه الكور ديت على الزمالك في الشوط الاولاني؟ ازاي الفرقه ديت ما قدرتش اصلا تسجل على الزمالك في الشوط الاولاني؟ الزمالك ازاي كان سايب لها كل المساحات ديت اللي هي تلعب وتوصل للجون وتضيع بدل المره اتنين وتلاته واربعه، وما قدرتش اصلا تسجل جول؟ ازاي الزمالك ما كانش عارف يعمل عليهم فرصه؟ ايه الاسباب؟ لما تقعد تتفرج على الماتش كده تقول الزمالك ازاي في الشوط الاولاني كان بسوء المستوى دي، الزمالك ازاي ما كانش عارف يعمل فرصه، ازاي ما كانش عارف يرفع كرة واحده، ازاي الزمالك مش كانش عارف يعمل ركنيه، يعني هم وصلوا اصلا لاتنين ركنيه او ثلاث ركنيات والزمالك ما وصلش بركنيه واحده، ازاي يضيعوا كميه الفرص ديت والزمالك ما ضيعش في الشوط الاولاني؟ كل ده هنقعد نتكلم عليه بقى. سبب سوء الزمالك في الشوط الاولاني واللي ظهر عليه الزمالك في الشوط الاولاني هما الاتنين بتوع نص الملعب، محمد شحاته ومحمد اسماعيل، اتنين مش عارفين يطلعوا بالكوره، مش عارفين يربطوا بين الدفاع والهجوم، الاتنين بطئه ما عندهمش رؤيه للعب اللي قدام، مش عارفين يوصلوا اصلا للمهاجمين كوره. مفيش خالص النهارده محمد اسماعيل من سوء لسوء لسوء لسوء، مفيش رؤيه خالص، بطيء مش عارف يطلع بالكوره، بيحاول يعمل اصلا زياده عن قدراته، مش عارف يربط بين الدفاع والهجوم. محمد شحاته بيحاول برضو ايه، تحسه من ساعه ما رجع من افريقيا نسى الكوره، مش عارف يلعب كوره، دايما بيشوط، دايما بيطلع الكوره بره، دايما مش عارف يربط بين الدفاع والهجوم، مش عارف يضغط. الزمالك عنده مشكله من ساعه ما باع دونجا ان اللعيبه بتاعت نص الملعب ما بتعرفش تقطع كوره، الاتنين اللي هم قاعدين يطفشهم، مش عارفين يطلعوا فعلا بالكوره، مش عارفين يقطعوا الكوره، بيجروا كتير بس ما فيش فعاليه خالص، الاتنين بتوع نص الملعب ما فيش، كميه 100 باص غلط، كميه كور مقطوعه منهم. الزمالك كان شكله وحش بسبب الثنائيه بتاعت نص الملعب، الاتنين ما كانوش منسجمين مع بعض. قول محمد اسماعيل بقى قلنا مليون مره اللي هو ما ينفعش يلعب في نص الملعب، لاعب بطيء ما عندهوش رؤيه فعلا، هو لاعب بيعرف يطلع بالكره وكل حاجه بس هو حلو في الدفاع، لاعب دفاع. اما لاعب تلعبه في نص الملعب شفناه مره واثنين وثلاثه، بيكون نص الملعب بتاع الزمالك وحش مش عارف يطلع بالكوره، بيكون نص الملعب الفريق التاني واخد منك نص الملعب طوال المباراه، الاتنين كان مستواهم وحش. محمد شحاته ما كانش شايف خالص في الشوط الاولاني، محمد اسماعيل نفس الحكايه. خلينا نتكلم كمان ان من اسباب ان الزمالك في الشوط الاولاني كان شكله وحش هو خط الهجوم بتاع نادي الزمالك، انه في سوء تمركز من خط الهجوم بتاع نادي الزمالك، ان كان في مشكله في التخطيط اصلا في الشوط الاولاني بتاع نادي الزمالك، ان الزمالك كان بيحاول يلعب من العمق، ومفروض نلعب على الاطراف، الزمالك كان اسهل يلعب على الاطراف، بالذات ان حرس الحدود طول الشوط الاولاني كان مقفل لك العمق وعندهم حارس كبير، وان هو اصلا الخطوط بتاعتهم قريبه من بعض، كان الزمالك لازم في الشوط الاولاني ان الزمالك يلعب على الاجناب ويلعب على العرضيات ويخلي ناصر كمهاجم جوه الصندوق، ونستخدم الكلام من ده ان بنتاج يرفع عرضيات كتير، ان فتوح يرفع عرضيات كتير، ان احنا نلعب على العرضيات ما نلعبش من العمق، ما نحاولش اصلا نخترق من العمق. ودي كان من اسباب فشل نادي الزمالك في الشوط الاولاني، اللي خلى بقى ان الزمالك يظهر حلو بقى في الشوط الثاني هي تبديلات المدرب، ان احنا عندنا مدرب قاعد بره فايق عارف ان في مشكله في نص الملعب بتاع نادي الزمالك، ان لازم محمد اسماعيل يطلع، لازم ننزل محمد ازاي جنب محمد شحات، لازم بقى ما نعملش غلطه الشوط الاولاني، لازم ننزل الثنائيه في الشوط الثاني في نص الملعب صح. وان من اسباب برضك ان الزمالك شكله حلو في الشوط الثاني ان محمد شحاته فاق، لا تحس انه رجع له الذاكره تاني، بقى بيعرف يلعب كوره، بقى عارف يربط بين الدفاع والهجوم. محمد السيد نفس الحكايه، لاعب تقيل، لاعب من
من اسباب فوز الزمالك النهارده، لاعب عنده رؤيه، لاعب عارف يربط بين الدفاع والهجوم، عنده قوه بدنيه، عامل توازن وبالانس في نص الملعب بتاع نادي الزمالك. دي من اسباب شكل الزمالك اتحسن في الشوط الثاني، ان الزمالك لعب كمان من على الاجناب، وان لعب على العرضيات، وبنتيج بدا يزيد، وان فتوح نزول فتوح بقى ان هو مفتاح فوز نادي الزمالك النهارده قدام الحرب. شكل الزمالك اتغير، لاعب عارف ايه بقى ان يطلعك بالكوره. عشان كده كنا بنقول ان ناصر ما ينفعش يتباع، ولما يتباع ما يتباعش المنافس لنا. النهارده شفت الزمالك في نص الملعب مش عارف يطلع بالكوره، محتاج واحد يطلع بالكوره. عرفتوا بقى ان ايه المشكله في نادي الزمالك؟ ان احنا مش عارفين نقطع الكوره، فاحنا بعنا دونجا اللي هو الوحيد اللي بيعرف يسترجع الكوره، ومش عارفين نربط بين الدفاع والهجوم، وواحد يغير لك نتيجه مباراه، واحد يلعبك على الاجنحه ويطلع بالكوره تحت ضغط ويظبط شكل نادي الزمالك. واحد زي ناصر. النهارده قررنا ان احنا نستخدم فتوح في نص الملعب اللي يربط بين الدفاع والهجوم، ان يطلعك بالكوره، ان يخلي شكل نادي الزمالك حلو، ان تحرك الهجوم بقى احسن في نادي الزمالك بسبب نزول فتوح. ومن اسباب نادي الزمالك النهارده فتوح هو المكسب. النهارده اتفرج على الجون اللي جابه، واتفرج على تحرك فتوح ازاي دخل ال 18، الكوره ميته يعتبر، لولا وجود فتوح كان ممكن الزمالك النهارده يطلع التعادل لا قدر الله. النهارده نزول فتوح خلى بقى ان ايه الزمالك ينتعش بقى، بيطلع بالكوره، يلعب الجناح اليمين، يلعب الجناح الشمال، بيلعب كوره، يخش للعمق، بيرابط بين الدفاع والهجوم. النهارده شحاته لما هو حتى نزل بقى شحاته ومحمد السيد عندهم تحرر كده في نص الملعب، بيلعبوا الكرة بمزاج. النهارده فتوح بيربط بينهم هم بين بعضهم وبعض. كل حاجه في الزمالك بقت مظبوطه بنزول فتوح. من اسباب فوز نادي الزمالك كمان في الشوط الثاني طبعا الجمهور اللي بيعمل كل حاجه، اللي بيقف ورا النادي. اتفرج امبارح على جمهور النادي الاهلي 300 واحد النهارده في الصيام مع حرس الحدود، يعتبر فرقه مش على الخريطه، معلش واحتراما لله. تلاقي 8000 9000 الجمهور من اول ثانيه لغايه اخر ثانيه بيشجع، مش واقف، وبيساند الجمهور، بيساند الاداره، بيساند اللعيبه، بيساند الكل. النهارده 90 دقيقه مثاليه للجمهور. الجمهور هو اسباب اصلا ان الزمالك يستمر، ان المركبه لسه لغايه دلوقتي ماشيه، ان ما فيش فلوس واللعيبه بتلعب. طبعا شفنا الزمالك لما قابل سيراميكا بدون جمهور ايه اللي حصل. فالجمهور هو العامل الاول والاخير في فوز الزمالك، ان الزمالك لغايه دلوقتي لسه واقف على رجله، ان الزمالك لغايه دلوقتي بينافس في بطوله الدوري، بينافس في الكونفدراليه. لولا الجمهور مش موجود خرجنا كمان من الكاس. لو الجمهور موجود يعني دي اللاعب ال 12 لنادي الزمالك، اللاعب اللي ما بيقطعش، اللاعب اللي بيحارب عشان النادي، اللي بيحاول يقف قدام اي عقبات. الزمالك النهارده درس جمهور الزمالك بيدي درس، بيقول لك انا موجود هساند النادي مهما حصل. يعني ممكن فريق تاني لو فرقته طالعه من الكاس قدام سيراميكا ما تلاقيش جمهور. النهارده 8000 9000 10000 على الاقل موجود النهارده بيساند الزمالك قدام الحرس، في يوم الجو برد، في يوم رمضاني، في يوم يعني كل العوامل تقول لك ان الجمهور ممكن ما يروحش. شفنا الاهلي امبارح كان موجود كام واحد؟ احنا قلنا 300 واحد بالظبط، ممكن تعدهم. النهارده جمهور الزمالك بيعمل ملحمه، هو من اسباب فوز نادي الزمالك، فلازم نرفع لهم القبعه.